صديقاتي في قناتكم قصص واقعية. اولا وقبل كل شيء كنحب نشكر على التشجيعات ديالكم وعلى الوافدين الجدد اللي اشتركوا معايا في القناه. قصه جديده ديال واحد السيده مقيمه في الديار الفرنسيه، عندها مشكل مع الزوج ديالها اللي كيتعتبر من الطابوهات، ما قدرش تبوح به العائله ديالها. واليوم جات تحكي القصه ديالها باش تعطيوها الراي ديالكم وتقسموا معها المشكل ديالها والمعاناة ديالها. أنا سميتي سمية، في عمري 45 سنة. اليوم جيت نخبي عليكم قلبي ونتقاسم معكم المعاناة ديالي وتعطيونا الرأي ديالكم في المشكل اللي بالنسبة ليا خلاني حيرة، مقدرش ناخد قرار. المشكل اللي بدل لي حياتي رأسا عن عقب. من بعد 20 سنة كنكتشف بلي الزوج ديالي شاد جنسيا. نعرفكم بعدا كيفاش تعرفت على سعيد. انا من اسره محافظه، لي امام ديال المسجد، حنا 3 ديال الخوت بنات، يعني اسره محافظه. الاب ديالي كان شويه صعيب، البنت بالنسبه لي ما تخرج غير من دار باها لدار راجلها، ولكن كان تيقرينا، كنا كنمشيو للمدرسه. كانت اختي الكبيره سعاد منين وصلت للباك جا خطب فيها واحد السيد زوجها ليه. هو بالنسبه ليه البنت مصير ديالها للزواج واخا توصل فين وصلت، ولكن انا كنت كنبغي القرايه بزاف، كنت باغا نولي شي حاجه في المستقبل، نولي استاذه او طبيبه. طموح. كانت السمعه ديالنا مزيانه في الحومه، خواتاتي كلهم تزوجوا، كنت انا الصغيره، انا اللي بقيت في الدار، وكنت خايفه الاب ديالي يزوجني بلا ما يتشاور معايا بحال اللي دار مع خواتاتي البنات. ملي كتوصل البنت 18 عام مناسب خدام مزيان ما كيتشاورش معاها، واخا تقول له لا كيزوجها. انا وصلت للثانوي، كنت كتبادل اعجاب مع واحد الدري كان تيقرا معايا، كنبغيو بعضياتنا، ساكن قريب لينا في الحومه، يعني العائلات ديالنا كانوا كيتعارفوا وكنا متواعدين نتزوجوا. ملي وصل لافاك يقلب على شي خدمه يلباني بها ويجي يخطبني من بابا حتى يسهل عليه الله ويكمل قرايته، وديك الساعه يتوظف. هادشي علاش كنا متفقين. نجحنا في البكالوريا وطلعنا لافاك، وداكشي اللي كنت خايفه منه هو اللي وقع. جا واحد السيد تقدم الوالد ديالي، شافني ليزه في الحومه، عجبته وتبعني. انا كنت عارفه غادي يصيفط الوالده ديالو ولا شي حاجه، كنت خايفه. صيفط الوالده ديالو تخطبني، وانا كنحاول نقنع الوالده ديالي باش تقول للوالد ملي باغا نكمل قرايتي، حيت خواتاتي كلهم ما كملوش قرايتهم. قلت لا، انا باغا نكون شي حاجه، بغيت نعتمد على راسي، ما بقاش انا نستني الراجل يجي هو اللي يخلص عليا الحمام ولا يجي هو اللي يعطيني. بقيت كنحاول نقنع الوالده باش تقنعو، والوالده كانت باغياني نقرا، بغاتني نحقق داكشي اللي محققاتش هي. ولكن الوالد كيف العاده تيولي البنت مصيرها للزواج. اش بغات دير بالقرايه؟ قرايتها تكملها عند راجلها، هي دابا عندها 19 عام، ما بقاتش صغيره. انا كنت باغا نحماق ديك الليله، كنبكي، ما عرفت الدنيا كلها كحالت في وجهي. كنت كنبغي سعيد بزاف لدرجه انني ما كنتصورش راسي انني غنكون شي واحد من غيره. تلاقيت معاه في لافاك، قلت ليه راه جا شي واحد تيخطب فيا، شنو ندير دابا؟ والوالد موافق، حيت السيد خدام مزيان بدارو، ما كاين لاش يرفضو. نقنع فيه تنقول له خاصك تجي تخطبني، سمح فيا. هو تيقول لي انا عندي 19 عام، انا الا قلت الوالدين ديالي اجيو تخطبوا ليا غيجريو عليا، تيقولوا لي باقي انت كنعطيوك المصروف ديالك وعاد باغي انت تتزوج. قال لي صافي، الا كنا مكتابين لبعضياتنا راه غنتزوجوا، ما مكتابينش غير سيري حاولي تنسايني وسيري تزوجي. انا ملي قال لي ديك الهضره بحال كبايه شي سطل د الماء، يا فشلو، كنحس بالدنيا كدور بيا، ما عرفت فين نعطي راسي، ومشيت للدار بقيت كنبكي بهستيريا. نعست في الفراش وطلعت لي السخانه، والديا ما عرفوا مالي، ولكن الوالد ديالي تخلى عليا، قال لي صافي الا كنت دايره هاد الشيء
حيت باغا تكمل قرايتها. صافي انا نقول للسيد صافي الله يعاونو، نقولوا البنت باغا تكمل قرايتها وباقا صغيره. من سمعت داكشي فرحت، قلت صافي سعيد هو اللي غادي يتزوج بيا، ما غنتزوج حتى شي حد من غيره، انا ما قايله هادشي لحتى شي حد. دازت واحد العامين وصلنا الدوزيام اني د لافاك وشدينا الدوك. حلم دائما ديالو يمشي لبرا يشري كونطرا ويمشي يخدم برا، وقلت له انا كيفاش غادي نديرو. برت على كونطرا خطبك من الوالد وغنقول له انا نجمع راسي بثمن واحد العام غادي نجيو نديرو العرس ونديك معايا. وانا فرحت العام غادي نكمل قرايتي ويجي هو لقاني كملت قرايتي ومشي انا وياه نيت لفرنسا. ولكن تجري الرياح فيما لا تشتهي السفن. الوالده ديالو جات، ولكن كنشوف حتى الوالده ما اقتنعتش. قالت لي هاد الولد باقي صغير، يلا غيمشي لفرنسا عاد غادي يبني مستقبله، ما عرفنا واش غيرجع ولا ما يرجعش. كنقول ليها لا ماما راه غيرجع. كتقولي انت باش عرفتي؟ قلت لها راه كيقرا معايا وكنعرفوه مزيان. قالت لي هاد الهضره ما غاديش نقولها لباك بلي كتعرفيه ولا شي حاجه، وانا نحاول نشوف باك الا بغى. ديالي ما وافقش، قال لي هاد الدري كنعرفوه في الحومه ولكن غيمشي لفرنسا ما عرفنا غيرجع وباقي ما جمعش راسو وحنا اللي نخليو البنت مرهونه به. انا ما بالي هاد الزواج ما غاديش نوافق عليه. اللي بقات كتحاول تتقنعو. قالت له حنا ناس كنعرفوهم ناس مزيانين، والو غير غنديروا الخطبه ونشوفوا عام الا السيد ما جاش صافي نفسخوا الخطوبه، بنتنا راه كاينه حدانا. الوالده كتحاول تقنع فيه، ما شقت الانفس تقتنع الوالد. وكانت من داك النهار ما قدتني فرحت بزاف. هو الحب ديال حياتي، ما كنتش كنتصور راسي غنكون شي واحد من غيره. وفعلا درنا الخطبه ومشى سعيد لفرنسا وبقينا على تواصل داك العام وزادت العلاقه بيناتنا توطدات. وليت كنبغي اكثر من الاول. داز عام ووجدت لي وريقاتي وجداني، كنت غنطير بالفرحه، كنت بحال شاده السما بيديا. كان تيصحاب ليا هاد الزواج غادي يكون هو الطوب ديال السعاده. ومشيت معاه لفرنسا وداز العام الاول مزيان، ما خلينا فين تسالينا، كان تيعاملني مزيان كلمه القليل. والحب زاد قوى بيناتنا وزادت العلاقه توطدات. واعوام رزقنا الله بجوج وليدات، ادم وحنان، كانوا هما الممود عينيا. كانت علاقتي مع راجلي مستقره، هو ما بقاش داك الحب في الاول، العلاقه بردات بحكم مرات اعوام والوليدات كيولي الانسان مشغول. انا كنت خدامه ويلا كنلقى بغيت تلقى الوقت غير لوليداتي، ما بقاش ديك العلاقه وطيده بيناتنا، خصوصا العلاقه الشرعيه. كنحس بلي راجلي ولا بحال كيهرب مني بزاف، ما بقاش العلاقه كي الاول، ولا مقصر من ديك الناحيه. بعض المرات كيخليني نشك فيه، تنقول يمكن السيد عنده شي علاقه اخرى، ولكن هو غير مازال كيعاملني مزيان بحال الاول، ما تبدلاتش المعامله ديالو. كيعاونني حتى في الشغل ديال الدار، كيجيب لي دي كادو. غير هو العلاقه الشرعيه اللي كان فيها مشكل. كنت كنحاول نجبد معاه الموضوع وهو كيتهرب، خلاتنيش نشك فيه لانه كان دائما الوقيته اللي كيكون عنده فراغ كيخرج وليداتو كيخرجني انا. وكان عنده غير صاحبه واحد كيجي لنا للدار، يعني ما كانش عنده علاقات بزاف صحابتي قصار ولا شي حاجه باش تخليني نشك فيه. ولكن هذاك صاحبو كان مصاحب معاه بزاف، قال لي راه هو اللي عاونني العام الاول، هو اللي ساعدني، هو اللي بزاف د الحوايج ومدخل في حياتنا. هذا المشكل اللي ما كانش كيعجبني، اي مشكل كيكون لنا في الدار صاحبو كيكون، مناسبات كيجي. انا ما كنحاولش، قلت هو صديق ديالو بزاف ما بحاولش نفرقهم وتيخلي على راحته. انا ما جايبه للدنيا اخبار، كنت كنحاول نقنعو باش نمشيو للطبيب النفسي، لان العلاقه بيناتنا العلاقه الزوجيه بردات بزاف. ما بقاش السيد كيشوف حتى في وجهي ولا لبس شي حاجه نعجبو، ديك النظره ديال عينيه تبدلات. ولا كيدير لاصيغ للصغب ديالو، كيحيد الصغب من ظهرو، كيحيد الصغب من كرشو. هادشي في الحقيقه ما عجبنيش. السيد مين كيهتم براسو لمن هو اصلا ما كيقيسنيش بالشهور. صراحه وليت كنشك فيه، وليت كنحاول نراقبو. حتى لواحد النهار كانت صلاه الجمعه، خرج وخلى البورطاب ديالو كيتشارجا، ولا الفضول ديالي هزيتو. كنحاول نقلب لا لقى شي ميساج
شي رقم ديال شي بنت، شي وحده كيعرفها، شي حاجه اللي غادي تعطيني شي دليل بان السيد كيخونني. ما لقيت والو، كنلقى غير التليفون ديال صاحبو كيهضر معاه بزاف. انا واقيلا غير كنخربق. السيد عنده شي مشكل خصو يتعالج، عنده شي مرض، غنحاول نقنعو نمشيو للطبيب. ملي فتحت معاه الموضوع كيقول لي لا، مشاكل الخدمه، الدار، راه ما بقيتش انا كي كنت. ودار لي خاطري، قال لي انا غادي نلقى شي بقيوت ونمشي انا وياك للطبيب. انا ما اقتنعتش، وليت كنراقبو فين كيمشي، كنتسنى كيخرج من الخدمه كنراقبو، كنبقى نتبعو بالطوموبيل، ولكن كنبقى بعيده. هو كيخرج من الخدمه بكري ولكن كيدخل معطل للدار، فين تيمشي. مشيت نهار الاول لقيتو كيمشي عند صاحبو، داك صاحبو اللي جنسيه فرنسيه اللي كيجي عندنا للدار. قلت يمكن تيرتاح عنده، كيبقاو يهضروا وداك الشيء. ما ديت ما جبت. نهار الاول كيمشي عنده، نهار الثاني كيمشي عنده، عاود ثاني غبرت واحد المده وقلت نعاود نراقبو فين تيمشي. هاد لي مثلا كيمشي عند صاحبو، يقدر يكون تيمشي شي بلاصه اخرى. لقيت نفس الشيء كيمشي ثاني عند صاحبو، ولا كيطيح ليا الشك. تقول شنو هاد العلاقه اللي تكون صح عند صاحبو؟ واش كيجيبوا شي بنات؟ واش هادي؟ انا ما فهمت حتى شي حاجه. وليت ثاني كنقلب ليه بورطابلو، لقيت ميساجات ما بينه وبين صاحبو ما عجبونيش، بحال ميساجات ما بين الراجل والمراه. انا كنبغيك وتهلا في راسك وانا هادي، كنقول ويلي سعيد ما يمكنش يكون من هاد النوع هذا، حتى ما نكونش كنعرفو مزيان. طاح ليا الشك، طاح ليا العجب لان هاد صاحبو سيد كبير فلاج وما مجوجش. علاش انا نسولو هاد السؤال؟ قال لي انت كتعرفي النصارى هنا ما عندهمش غرض في الزواج، عندهم كاع المحرمات كيمشيو ليها. ما قنعنيش الجواب ديالو. بديت كنسول عليه، وليت كنسمع بلي هاد السيد شاد جنسيا، داكشي ما تزوجش ماشي راجل. كنقول سعيد شنو كيمشي يدير عنده وهو مشبوه بحال هكا ومدخلو في حياتنا، وعلاش كيجيبو لعندنا؟ فكرت باش ندير شي خطه باش نكتشف الحقيقه، ما يبقاش راسي كيضرني هكا. جيو كانت تصادفات مع العطله ديال الدراري، قلت له غادي نمشيو شويه نهبطوا لواحد البلاصه ديال الريف، كنشدو فيها واحد لوطيل نرتاح شي شويه انا والدراري. هو ما كانش عنده الكونجي، قال لي سيري تفوجي شويه وتحيدي شويه ستريس، والدراري حتى هما بدا يفوجوا. قلت واخا. مشيت 3 ايام، خليت الدراري تما وهزيت طوموبيلتي، قلت نشوف هاد السيد شنو كيدير. كان ديك الساعه الويكاند، وداكشي اللي توقعته هو اللي لقيته. حليت السوارت، دخلت، لقيت سعيد في واحد الوضع مقزز. سعيد مع صاحبه، سعيد كيصلي بهاد الاخلاق، لقيته شاد جنسيا في واحد الوضع اللي حيواني. انا بهول الصدمه وداكشي اللي شفتو ما متيقاش راسي، كنقول واش انا في كابوس. ما حسيت براسي حتى طحت، لقيت راسي في السبيطار معلقين ليا السيروم. حليت عيني تلقى ولادي دايرين بيا، ولقيته هو حدايا. بقيت كنغوبت، بدو حيد من حدايا، خرج عليا. ولادي داروا فيا كيقولوا علاش كتقولي لبابا هكا، راه كان مخلوع عليك، وعلاش كتغوتي عليه؟ وولادي كلهم داروا فيا، كان عزيز عليهم باهم بزاف. قلت لهم عندي مشكل معاه، ما دخلكمش نتوما الله في هذا الشيء. خرجت من السبيطار مشيت للدار، ما حملاش نشوف فيه، ما حملاش حتى نهضر معاه. قلو غنفتحو في وسط ولادو، ما نقدرش انا ولادي يعرفوا باهم هكاك. تنقول شنو غادي ندير؟ غنطلب الطلاق. انا ما قدرش نشوف فيه، صافي عفتو، ما قدرش نشوف فيه. مشيت نتفق انا وياه، قلت له غادي تطلقني في هدوء، انا ما بغيتش ولادي يعرفوا عليك، انا ما بغيتش نصدم ولادي. بقى يبكي ويرغب فيا وتقول لي انا غنتوب، انا ما عرفتيش شنو داز عليا. قال لي بلي هو ملي كان صغير اغتصبوا شي واحد وما قالهاش لدارهم، هو بقى السيد مريض. ملي مشى لفرنسا صاحب مع هذا كان صاحبه، ولا السيد كيتقرب منه وضعف، وبقى هاد المده كامله هو كيمارس معاه. وليا الشيطان داير بيا وانا كنحاول. هو كان اصلا بعض المرات كيتخاصم بيا وكيقطع عليه التليفون، انا ما كنفهم والو. قال لي فين ما كنبغي نهرب عليه ونتفارق معاه هو كيجي لعندي. دابا انا ما بغيتش انا الصوره ديالي تهز قدامك، انا دابا غنتفارق معاه وغنتوب. قلت له انا دابا المشكل ما نقدرش نعيش معاك، انا شفتك في ديك الصوره صافي، انا النظره ديالك وقع شرخ، النظره تهزات في نظري،
ما بقيتيش سعيد اللي كنبغيه واللي كانت بيناتنا قصه حب. صافي، قصتنا سالات، وقع شرخ، ورقتك تحرقات، ما بقيتش قادره نشوف فيه. فعلا اتفقنا على الطلاق، مشيت للمحامي باش يرفع عليا الطلاق، ولكن المشكل لقيته مع ولادي كلهم تخاصموا معايا، قالوا لي طلقتي حنا غنبقاو مع بابا كيعاملك احسن معامله. فعلا كان تيعاملني احسن معامله، كيجي كيعاونني، كيبوس لي يدي، كيخلي لي كادو. ولكن هادشي كانت الصوره كيغطي بها على داك القرف وداك الشيء المقرف اللي كيديرو، انه كان حاس براسو ديال شي حاجه خايبه. ولادي ما بغيش نهز الصوره ديال باهم قدامهم. انا دابا باقي ما طلقتش، بقيت في حيره. واش نقول لولادي الحقيقه باش نطلق منه، ولا نبقى صابره؟ وكنحس براسي غنطرطق لاني ما بقيتش حامله نشوف فيه ونبقى مع ولادي، ونبقى حتى يكبروا وحتى يتزوجوا، عاد ديك الساعه نتفارق معاه.